75% من اصحاب المشاريع بيقولوا ان اكبر تحدي عندهم هو ضعف المبيعات. بس المفاجأة بقى ان اغلبهم مش فاهم هو بيبيع لمين اصلا. في دراسة من هاب سبوت بتقول ان 61% من البيزنس اللي بيفشل من استهداف الجمهور الغلط، مش بسبب اختيار المنتج الغلط زي ما الناس فاهمة. هبسطها لك، سيادتك بتكلم الناس الغلط وكمان بتبيع لهم حاجة هم مش محتاجينها اساسا. هديك مثال، تخيل سيادتك بتبيع بروتين شيك لناس عمرهم فوق 60 سنة. طب هتعمل ايه علشان ما تقعش في المشكلة دي؟ اعمل كاستمر افاتار واضح، السن، النوع، الدخل، المشاكل اللي بيواجهها واهتماماته زي ما انت شايف كده. لما شركة دولار شيف كلاب بدأت ركزوا على جمهور محدد جدا، رجالة بيكرهوا الأسعار الغالية وما بيحبوش ينزلوا يشتروا بنفسهم. وعلشان كانوا محددين قوي من البداية، كانت النتيجة انهم باعوا اكتر من 12,000 اشتراك في 48 ساعة. اعرف جمهورك تبيع اكتر بتكلفة اقل. قول لي بقى بصراحة، انت عارف مين جمهورك فعلا ولا لسه فاكر ان كل الناس ممكن يشتروا منك؟